جاء ترتيب الأعمال المعروضة ليلة البارحة في الفئة العامة على الشكل التالي. أما ترتيب نسبة الفئة الخاصة المهمة للمنتجين فجاءت بهذا الشكل: هاندا أرتشيل التي فقدت والدتها منذ سنين نشرت صورة لهما معا مع تعليق: من الجيد أنك أمي، أشتاق لك كثيرا وأحبك كثيرا. الله لا يحرم حدا من حنان الأم. لعنة فيلم أتاتورك ما زالت تطارد أبطاله وصناعه، وهذه المرة الضحية أراس بولوت إنيملي، أو بالأحرى أخوه الممثل أورتشون، الذي قبض عليه أمس بتهمة تصنيع وتعاطي الممنوعات. الشرطة ألقت القبض عليه بعد أن قامت زوجته بتقديم شكوى ضده بتهمة الضرب والاعتداء النفسي تحت تأثير المخدر. أورتشون الذي وجدت الشرطة ممنوعات مزروعة في بيته قال: أنا أقوم بزراعته من أجل نفسي ولا أقوم ببيعه. أنا ممثل ومخرج ولست بحاجة للمال. أنا آسف، أنا أعاني من الإدمان وأحتاج المساعدة كي أتحسن. أنت محتاج عقل مو فلوس. وبتضرب زوجتك كمان؟ لا، أنت محتاج إعادة تربية. مسلسل المتوحش كان أكبر الخاسرين ليلة الثلاثاء، حيث خسر قرابة 1,000,000 متابع. العمل تأثر بوجود مباراة قوية لفريق غالتا سراي، لكنه ليس السبب الوحيد، حيث أن بقية الأعمال ارتفعوا رغم المباراة. من المتوقع أن سبب الانخفاض هو معرفة سر الاختطاف، وأن قصة خيانة الأب لم تجذب المتابعين. ما رأيكم أنتم؟ هل سينخفض أكثر أم سيعود للارتفاع؟ إبرو شاهين التي تعيش حاليا بأمريكا رفقة زوجها لاعب كرة السلة جدي عثمان تحاشت في البداية دعم القضية الفلسطينية خوفا من تأثر عمل زوجها، إلى أنها تراجعت أمس وقامت بوضع إعجاب على منشور يتحدث عن ظلم المعتدي ومعاناة أطفال القطاع. الإنسانية لازم تكون فوق كل شيء، بس كمان لازم نتفهم إنه الأوضاع تختلف من شخص لآخر. حسب كواليس انتشرت أمس، فإن فريد سيقوم بطرد بيلين من القصر ولن يعطيها فرصة كي تشرح له وضعها، علما أن أغلب الأخبار تقول أن سبب عودتها هو الحمل، وأن الكاتبة قررت أن تؤجل حمل سيران لهذا السبب. إن شاء الله الحمل يخليهم يمثلوا بدون صراخ. ودعت الممثلة أوزلام جمهور القضاء عبر الإنستغرام بعد انتهاء دورها وقصة اختطاف مرجان. كما انضمت فوندا إلهان لكاست المسلسل كضيفة شرف بدور هندان. إن شاء الله يلاقوا قصة جديدة حلوة. كان يلدرين أكد الأخبار المنتشرة أمس حوله وحول بطلة مسلسل القضاء، وقال: نعم، كل ما يقال صحيح، أنا وبينار دينيز سنتزوج قريبا. لما بسمع هيك أخبار أول شي بيجي ببالي هل الممثلة حامل؟ من غير هيك الأتراك ما بيحبوا الزواج. آهو سونجور تنضم لفريق عمل مسلسل السلة المتسخة، وستقوم بدور جافيدان والدة آيلين في العمل. بشكل رسمي مسلسل حياتي الرائعة سيعرض الأربعاء، وسيدخل في تنافس مع مسلسلات مؤسس عثمان، حجر الأمنيات، وبهجة حياتي. فيلم 3391 كيلومتر بطولة هاكتان زافلاك ودريا بينار آك سيعرض في دور السينما يوم 12 يناير. مسلسل المخلوق حقق أرقام جيدة في أول 3 أيام من عرضه، ودخل التوب 10 حول العالم على منصة نتفليكس. علاقة حب ديفرام أوسكان واللاعب الأوروغوياني لوكاس توريرا أصبحت رسمية، حيث نشرت الأخيرة صورة لباقة الورد التي أرسلها لها بمناسبة بداية تصوير مسلسل كم من السفن أحرقت،
الباقة جاءت مرفوقة برسالة قال فيها لوكاس: أنت لا تتوقفين عن اللمعان أبدا يا أفضل ممثلة في العالم، أحبك أيتها القرد الصغيرة، أنت حب حياتي. بشكل رسمي المبدعة ديميت إفجار هي بطلة مسلسل ما قبل الربيع. العمل مقتبس من الدراما الكورية الطبية الدكتورة شا، وسيحكي قصة امرأة متزوجة قررت العودة لمهنة الطب بعد قضائها ل20 سنة كربة بيت. العمل الذي سيعرض على شو تي في سيكون من كتابة المبدعة عائشة بوزوم سيناريست كل من الفناء وشو كوربا، وإخراج يوسف بير حسن الذي عمل على مسلسلات أنت أطرق بابي والطبيب المعجزة. انطلق تصوير مسلسل القفص الذهبي من بطولة أيتاش ششماز، شفاء نور ونجوم أخرى. القفص الذهبي مقتبس من الدراما الكورية الناجحة الإمبراطورة الأخيرة، وسيحكي قصة المعلمة المثالية زينب التي ستقوم بدورها شفاء نور. زينب ستنقذ أنور وريث عائلة بي أوغلو، إحدى أغنى العائلات في تركيا، من الاغتيال في ليلة حفل تأسيس الشركة. العمل سيكون مليئا بالغموض، الجريمة والانتقام. انطلق أمس تصوير المسلسل المنتظر كم من السفن أحرقت من بطولة ديفرام أوسكان ودينيس بايسال. العمل سيحكي قصة ياسمين التي توفي زوجها وأصبحت تكافح للبقاء مع ابنتها رنجين في ظروف صعبة، وفدان التي هربت من زوجها المختل روتكاي مع ابنتها زينب. ستتقاطع طرق ياسمين وفدان في مركز التسوق عندما تختفي رنجين فجأة، وستصبحان صديقتين. الحب هو أعظم هدية تقدمها الطبيعة للإنسان، لكن ماذا لو تحول الإنسان إلى عدو للحب؟ مسلسل عدوة الحب سيحكي قصة أويغار، هو جراح شاب أغلق قلبه للحب بسبب صدمات الطفولة، وإنجي هي امرأة شابة تتوق إلى الحب وتحاول قمع وإسكات قلبها بسبب والدتها التي أخبرتها أن الرجال إما يكسرون عظامك أو قلبك. سلام من الله عليكم متابعي قناة هلا تركيا. قبل البدء لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلك كل ما هو جديد.